ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. بعتذر جدا على التأخير في الفيديوهات اللي بنزلها، بس والله سامحوني، ده بيكون ظروف خارجة عن ارادتي. النهارده جالي كومنت جميل جدا وقال لي لو سمحت عايزين صفحة 103 في كتاب توب فونكس. طيب هنشوف الصفحة النهارده بتتكلم عن ايه. بس حابة قبل ما ابدا ان انا اقول لكم ان الكتاب ده بجد والله يعني ايه، بشكر بجد الناس اللي اشتغلت على الكتاب ده ونزلته. انا ولا ليا علاقة بيهم ولا اي حاجة. انا كتاب جبته واستخدمته مرة واتنين وجاب نتيجة مع اطفال بتشتغل معايا. خلاص الكتاب عجبني، بيقدم المعلومة بطريقة بسيطة للطالب وكمان للأم اللي هتذاكر للطفل مع ابنها في البيت. الكتاب سهل وبسيط جدا. ايا كان الرأي اللي انا بقوله هيتفق معايا ناس فيه او هيختلف، كل واحد رأيه يحترم وكل واحد ليه رأي مختلف. تمام، فالنهاردة هنشوف صفحة 103 بتقول لنا ايه. احب اقولك ان انت اللي طلبتي مني البتاع ده، صفحة 103. انا بجد بشكرك ان انت كتبتي لي وقلتي لي لو سمحت عايزين صفحة 103. انا حبيت ان انا اوضحها لك. طيب، عندنا صفحة 103 هنا بتتكلم عن ايه؟ عن البروناونز. يعني ايه هي البروناونز؟ بروناونز يعني الضمائر. الضمائر. طيب الضمير ده اللي هو مين؟ اللي هو وهي وكمان هما وكذا ضمير مختلف. تمام، انا عندي ما بيعقدليش الطفل، جايب لي 3 ضمائر بس، ات وشي وهي. تمام، بيتكلم عن ات في اول حاجة. طب انا عندي هنا ات، موضح لي الصور اللي بيجي معاها الضمير ات. زي هنا ايه؟ cat, ball, axe, pear, pen, kite. حاجات غير عاقل. يبقى انا عندي الضمير ات بستخدمه مع المفرد بس. المفرد اللي هو مين؟ المفرد اللي هو غير عاقل. زي ايه؟ القطة عندي هنا مفرد بس ما بتفكرش، ما بتتكلمش، مفرد بس غير عاقل، مش شخص او بني ادم زينا. عندي هنا الطيارة شيء هنا جماد، وعندي القلم وعندي الدمية اللي هي البير وعندي الاكس وعندي البول، كلهم حاجات ملهمش عقل. يبقى دول بنقول عليهم مفرد غير عاقل. بيستخدموا الضمير ات. ضمير ات ده بستخدمه مع المفرد غير العاقل. طب انا عندي هنا اكسرسايز. تمام، جابهولي هنا وكتب لي ات وعمل لي صور، بس مش صور للجماد بس اللي بياخد ات. احنا خلاص اتفقنا ان ات بتعبر عن الضمير هو او هي بس الغير العاقل. غير العاقل ده اللي هو زي مين؟ شيء جماد ما بيحسش او حيوان. تمام، طب انا عندي حط لي هنا كذا صورة وقال لي هختار ايه مع الضمير ات ده. هختار ايه مع الضمير ات ده؟ عفوا، مع الصور اللي موجودة هنا. فخلاص جاب لي هنا اول صورة، الطفل حلها معايا. قال لي هنا اول صورة هنا يا مس صورة بنت بتلعب. طيب يا مس احنا ما خدناش دي في الصور اللي عندنا فوق هنا، وقلنا ان البنت دي خلاص البنت دي شخص عاقل ليه عقل وبيفكر. تمام، فقال خلاص احنا ما اخدناهاش، ما بتجيش مع الضمير ات. طب ادور على حاجة تانية. عندي هنا صورة بطة، وبطة يعني ايه؟ يعني دك. طيب، او دكن اللي هي البطة الصغيرة. تمام، خلاص البطة بتفكر ولا ما بتفكرش؟ ما بتفكرش يا مس، وحيوان. واحنا قلنا ان المفرد العاقل اللي ما بيفكرش سواء كان جماد او حيوان بياخد الضمير ات. يبقى عندي هنا البطة تاخد ات ولا ما تاخدش؟ تاخد ات. طيب خلاص ادي اول حاجة معانا اخدت ات. طب انا تاني صورة عندي هنا صورة there's a pencil، قلم رصاص. القلم بيفكر، بياكل، بيتنفس، بيشرب؟ لا. يبقى ايه؟ يبقى جماد غير عاقل. ياخد معايا ات ولا لا؟ ياخد يا ماس، برافو شطار. طب انا عندي هنا الصورة التالتة هنا صورة ايه؟ كلب. طب مين هيقولي كلب يعني ايه؟ برافو دوج. اوكي، طيب انا عندي هنا الكلب بيفكر، بيتكلم زينا؟ لا، يبقى هو غير عاقل، حيوان بس غير عاقل. طب انا عندي هنا الصورة اللي فوقها صورة ايه؟ there's a man، رجل، صح؟ طب والرجل ده
إنسان بيفكر وبياكل وبيشرب وبيتنفس، يبقى مفرد مذكر عاقل ما ياخدش ات. طب انا عندي هنا الصورة اللي بعدها بيتزا، مين ما بيحبش البيتزا؟ طيب عندي هنا صورة البيتزا. البيتزا دي احنا بناكلها، ينفع ناكل حد بيتنفس او بيشرب او بياكل؟ يعني ينفع اجيب انسان عاقل كده واكله او اشربه؟ ما ينفعش. يبقى انا عندي هنا البيتزا غير عاقل. زي البيتزا اللي ماما بتعملها لنا في البيت تبقى تاخد ات. يبقى انا عندي الضمائر، اول ضمير اخدناه بنقول على الضمائر ايه؟ بنقول عليهم pronouns. تمام، البروناونز هم الضمائر. عندي اكتر من ضمير. عندي الضمير ات، ضمير بستخدمه للمفرد غير العاقل، سواء كان مفرد زي الحيوان او جماد زي الحاجات اللي موجودة حوالينا ما بتحسش ما بتتنفس. تمام، يبقى انا عندي هنا ات من ضمن البروناونز اللي هي المفرد الغير العاقل، مفرد غير عاقل. طب انا عندي هنا اخدنا الاكسرسايز ده وخلاص حليناه. تمام، خلاص خلصنا الضمير ات، ندخل على اللي بعده. تمام، الضمير اللي بعده ضمير ايه؟ هي. طب انا اخدت يا مس ان انا اخدت ات باخدها للضمير المفرد غير العاقل. طب هنا هي باخدها مع مين؟ مع المفرد العاقل، بس مؤنث ولا مذكر يا مس؟ مع المفرد المذكر العاقل. زي مين؟ زي الولد، زي الراجل، زي مين؟ زي بابا، زي الدكتور الراجل، زي المهندس. يبقى مفرد مذكر عاقل للعاقل المذكر بس. زي عندي هنا طالب، عندي هنا policeman، دكتور، عندي هنا child طفل، عندي هنا man، عندي هنا teacher. يبقى كلهم مفرد مذكر عاقل بياخدوا هي. عندي هنا الاكسرسايز ده جميل جدا، جاب لي هنا صور كده وقال لي خلاص يا مس احنا اخدنا ات المرة اللي فاتت وجاب لنا كمان هي عشان نطبق عليها. يبقى انا هنا بختار الصورة بتاعتي، ده عاقل يس بياخد هي. طب ده عاقل ولا غير عاقل؟ طبعا الكلب قلنا ان هو غير عاقل بياخد ات. طب انا عندي القلم عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل يبقى ياخد ات. عندي القطة غير عاقل ولا عاقل؟ غير عاقل تبقى تاخد ات. جاب لي هنا رقم لات بنمبر 1 وهي بنمبر 2. يبقى انا اختار التمرين بتاعي على حسب اذا كانت الصورة عاقل بتاخد نمبر 1 على حسب الكلمة اللي جنبها او الضمير ات. عندي 2 هي بختار هنا مع المين؟ مع البوليس مان بتاخد 2، مع الدكتور بتاخد 2 عشان هنا هي ضمير عاقل للمفرد المذكر. عندي هنا كمان الولد اخد 2 عشان هو مفرد عاقل مذكر. الكرة بول اخدت ات عشان هي مفرد غير عاقل. طب انا دلوقتي خلصت ات وهي، جالي كمان شي. شي بقى هنا لمين؟ للبنوتات الحلوين، للمفرد المؤنث العاقل. زي مين؟ زي ماما وتيتا واختي وصاحبتي وخالته وبنت خالتي. يبقى انا عندي شي للمفرد المؤنث العاقل. طيب عندي هنا جاب لي الاكسرسايز ده برضو، حط لي هنا الثلاث ضماير مع بعض، هنا ات وهي وشي. حط لي هنا اول صورة للبنت، دي بنت واحنا قلنا البنت مفرد مؤنث عاقل بتاخد شي. يبقى انا اختار اي رقم من دول، اختار رقم 3 عشان انا عندي شي. اتفقنا ان شي بتيجي مع مين؟ مع المفرد المؤنث. طب واخدنا البيتزا هنا، البيتزا هنا للمفرد غير العاقل بتاخد ات. وعندي هنا نيرس بتاخد شي عشان هي مفرد مؤنث عاقل. عندي هنا القلم مفرد غير عاقل بياخد ات. طب الدكتور مفرد مذكر عاقل بياخد هي. عندي هنا كمان الصورة دي مفرد مذكر عاقل بياخد هي. طبعا عندي التيتشر مفرد مؤنث عاقل بتاخد شي. عندي التيتشر
مان رجل هنا بياخد هي عشان هو مفرد مذكر عاقل. يبقى انا خلاص كده خلصت الضمائر بتاعتي النهارده. اخدنا 3 ضمائر ات بتيجي مع المفرد مفرد غير العاقل، تمام، زي القطة وزي الباب زي الطيارة زي اي حاجة ما بتتنفس ولا بتحس، تمام. طب انا عندي هي بتيجي مع المفرد المذكر العاقل زي بابا زي جدو زي اخويا. مفرد مؤنث المؤنث العاقل زي شي بياخد مين؟ زي تيتا وماما واختي وصاحبتي، تمام. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون افادكم النهارده حتى لو بمعلومه بسيطه. اتمنى ان اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. كنتم مع مس اسراء.